بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين شبكة الجوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا شاهدنا مباراة ريال مدريد ونجوم ساحل حلي، انتهت طبعا بالتعادل 3-3. مباراة كانت جميلة استمتعنا فيها. يسرنا في الدقائق القادمة أن نستضيف الأستاذ وأيضا الكابتن محمد بن إدريس الصلبي. حياك الله أستاذ محمد. الله يسلمك. ما أدري نقول هارد لك ولا مبروك؟ والله طبعا نقول الحظ أوفر، ورغم أنه ما في خسارة بالنسبة لأخوان أبناء الساحل، يعني كلنا أبناء حلي، وكانت مباراة جميلة وقدم معنا مباراة كبيرة. طبعا حال الكرة لابد انه فيها فوز وخسارة وتعادل، لكن يعني حقيقة فيه، ورغم اني انا ما احب اني اتعود اتكلم على التحكيم، لكن يسفني انه اليوم حقيقة في هدف حدث وهو صحيح، وبلنتي حسب وهو غير صحيح. ومع هذا اقولها بكل صدق، يعني الاخوان في الساحل ابنائي واحبابي واخواني، لكن عندما تتعب على فريقك انت بحاجة ان تنصف. للاسف الشديد ان كثير من الحكام ياتون يلعبون ويحكمون ضد الريال باغراض شخصية، يعرفون انه لديه فريق مثالي لا يحب الفوضى ولا يحب كذا، ومع هذا الشيء يعني ياخذون كامل حريتهم للعبه في هذا. يعني لاول مره انا اقول هذا الشيء، وهذا يأسفني يعني حقيقه، رغم ان الدوره دوره الكل، وانا يعني دائما والاخوان يعرفون انني ما احب اتحدث عن التحكيم مطلقا، لكن للاسف الشديد يعني اعتقد اي انسان حضر وشاهد حينها يعني يبقى استاذ محمد، طبعا انت عارف وسيد العارفين ان كرة القدم اخطاء تحكيمية، ولا ندري هل فعلا حكم الرجل المساعد الاول وقع في خطأ تحكيمي ام انه يعني الهدف الاول الذي حدث من قبل الرايه، مباراه كره في اليد المرفوعه لم تقصد، هذا ضربت في ظهره وحسبها بلنتي. يعني تبقى وجهة نظر وايضا كرة قدم. احنا فريق ريال مدريد طبعا من الفرق المهمة والتي دائما يعني يزحف وراء جمهور كبير، بدليل ان اليوم المباراة الثالثة ويحضر هذا الكم الهائل رغبة في مشاهدة النجوم ريال مدريد. اكيد ان شاء الله اساعدكم بذلك. انا لا اقول لا اقلل، يعني ان ابناء الساحل اليوم كونوا اول مشاركه قدموا مباراه كبيره هنئوا من الاعماق، لكن هم من حقهم ان يسعوا لفوز فريقهم، ومن حقي ايضا انا اجتهد على فريقي. انا ايضا من حقي على اي فريق على يسعى دائما ان يوجد حكم منصف يرمي ضميره خارج الملعب ويحكم بضمير داخل الملعب. شكرا استاذ محمد، وفرصة طيبة. حياك الله. ايضا اعزائنا المشاهدين قناه شبكه الجوز، يسرنا ان يكون معنا الاستاذ محمد حمد العمري، رئيس نادي نجوم ساحل حلي. حياك الله استاذ حسن. طبعا نقول مبروك لكم، بما ان التعادل يعني جاء في الدقائق الاخيره ضد فريق بحجم ريال مدريد. وكذلك نجوم الساحل فريق بطل تشهد له دوره السلامه. أتينا بلعيبة معظمهم من الصف الثاني، تمنينا الفوز، لم يحالفنا الحظ، أخطاء تحكيمية فادحة. الهدف الثاني لنادي ريال مدريد شاهدناها جميعا، لكن الحمد لله على كل حال. ولا زلت وأقول ريال مدريد فريق بطل والساحل فريق بطل، وهذه الدورة يقارع الكبار، وإن شاء الله تنتظرونا في النهائي إن شاء الله. كلام جميل. وطبعا فريق الساحل يعني كما أسلفنا في بداية اللقاء أنه فريق ثقيل، يعني فريق به العديد من النجوم اللي ينتظرها مستقبل باهر بعون الله. لكن ما أدري أنت تتكلم عن الأخطاء التحكيمية، وأرى أن فريقك يعني استفاد من خطأ تحكيمي. لم يستفيد، هذا حقيقة، لم يستفيد. الهدف الثاني لريال مدريد أو الثالث لريال مدريد كان في يد المهاجم الثاني قحيص عفوا، وهذا من حقي اني اعترض. اتمنى من اللجنه التحكيميه، احنا دفعنا مبالغ، لكن نتمنى من اللجنه التحكيميه تهيئه لنا حكام اكفاء يمثلون دوره بحجم الشهيد. رسالة وصلت لإدارة نادي الشهيد بالنسبة للتحكيم، ولكن يعني بدنا نعرف حقيقة في نجوم الساحل عديد من النجوم ظهروا، ما أدري كم يعني تكلفة المبالغ التي يحضرون بها مثل هؤلاء النجوم. معظمهم من لعيبتنا، جميعهم كانوا في المدارس. استعنا ب4
من جيزان. مبالغهم ليس مكلفة ذاك التكليف. الساحل قادر أن يجيب لعيبة كبار، لكن أهم شيء عندنا الانسجام، وهم ليس غريبين على أبناء الساحل. شكرا جزيلا أستاذ حسن، ونقول نراكم إن شاء الله في حلة أخرى وفي لقاء آخر، وبالتوفيق لنجوم الساحل. شاكر للمنتدى وشبكة القوس الرائد في هذه الدورة. أتمنى لكم التوفيق والله يعطيكم العافية يا أخي. شكرا، حياك الله أستاذ. وأيضا نستضيف أحد نجوم الساحل الذين سطروا إبداعا متميزا في ملعب نادي الشهيد اليوم، الكابتن علي الخطر. علي عوض العمري. علي عوض العمري على الخطر. فعلا يعني نجوم الساحل اليوم قدموا خطر كبير مع ريال مدريد. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. طبعا اول شيء نشكر القائمين على هذه الدوره، ونشكرك على هذه الاستضافه، نشكر الجميع. والحمد لله صراحه ريال مدريد فريق كبير، والحمد لله لعبنا بامكانياتنا وباللي نقدر عليه، والله وفق. اللهم لك الحمد والشكر. التعادل احنا الحمد لله نشوفه زين. انتم راضين بالتعادل؟ الحمد لله راضين تماما رضا، لان زي ما تقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فالريال فريق كبير، والساحل فريق لعب بامكانياته اللي يعني متوفر لديه لعبه، والحمد لله جاء التعادل خير وبركه. وامامنا مباراه ثانيه باذن الله، الله عز وجل يوفق باذن الله. رئيس النادي الساحل يقول ان المباراه يعني شبه سلم. فعلا يعني الهدف الثاني انا حلفت بالله وحلفت بالليل وفقت استجابه وفقت نزول لله عز وجل ان اللاعب مشاها بيده، وتكلمت على الحكم. تطمعون في دورة نادي الشهيد؟ ان شاء الله احنا ما بنشارك لمجرد مشاركه، شاركنا في دورة الشهيد والحمد لله قدمنا مستوى، ما كان في توفيق، لكن ان شاء الله هذه السنه ان احنا بنقدم لنا كل ما نقدر عليه. ودورة الشهيد دوره كبيره، واللي ياخذها لها فريق كبير، ان شاء الله احنا فريق كبير. ونجوم الساحل نجوم متلألئة دائما. الله يحفظك ويعطيك العافيه، والحمد لله يعني طبعا ما في يجي شيء الا من عمل، يعني في شباب والله العظيم يعملون عمل يعني جبار، وبقول اسمائهم لانهم يستاهلون الذكر. يعني امثال حسن محمد الشيخ الرئيس، وابو حسين حسن محمد يحيى، وعوض موسى، ومحمد علي حسن، ونافع موسى، كلهم هؤلاء الشباب قاموا بعمل جبار عشان هذه الدوره. نحن شاركنا في الصيف هذا في دوره واحده هي دوره الشهيد، وكل عملهم كان لهذه الدوره. اشكرهم، وانا من هذا المكان اشكرهم. دورة الشهيد لها الشرف أن تشارك بفريق له حجم كفريق نجوم حلو. الله يبارك فيكم، احنا إن شاء الله نوعدكم بالمزيد وبمستوى طيب بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ألف شكر لكم جميعا. حياك الله. وهكذا أعزائنا المشاهدين باسمكم جميعا نشكر شبكة القوس وقناة القوس تحديدا على إتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله.